انا كنت قاعد والا برسائل كثيره الحق بيقطعوا الاشجار، وحصل جدال، ناس تقول لك ليه فوائد وناس تقول لي اضرار. تعالوا نحل الاشتباك ده ونشوف اسباب قطع الشجر، فوائده واضراره. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من علم تيوب. وكأن لسان حالنا اليومين دول فين شجره الضر قطعناها. طب نبدأ الأول، أنا لو قطعت الشجر يحصل إيه؟ أقول لك الشجرة الواحدة يا أبو خالو بتنتج 118 كيلو جرام أكسجين سنويا، وده كافي لحياة شخصين لمدة سنة، عشان كده بيسموها رئة الأرض. ونفس ذات الشجرة برضو بتمتص ثاني أكسيد الكربون اللي عامل مشاكل الاحتباس الحراري وتغير المناخ. الشجرة الواحدة بتمتص حوالي 21 كيلو جرام ثاني أكسيد الكربون سنويا. سمعك اللي بتقول ما الشجرة بتسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو في النهار في عملية البناء الضوئي، وبالليل في التنفس الليلي بتتنفس زينا وبتطلع ثاني أكسيد كربون، يعني ما عملتش حاجة. أقول لك كلامك صحيح جزئيا، هي بتتنفس زينا وبتطلع ثاني أكسيد الكربون، بس اللي بتطلعه مقارنة باللي بتسحبه الصبح من البناء الضوئي قليل جدا. في أبحاث بتقول لك 10%، وأبحاث تاني بتقول إنها بتمتص ضعف اللي بتطلعه، وبالتالي كلامك إنها ما عملتش حاجة غلط. رقم 2، يحصل ايه لو قطعت شجرة؟ اقول لك انت فكرت في ابو قردان؟ افتكر لما كنت في جنة وانا ماشي على الطريق كده كنت بشوف ابو قردان والطيور معششين في الشجر، بيتهم حرفيا. انت كده دمرت الموطن بتاعهم، وهنا التنوع البيولوجي يضيع ومعاه التوازن يختل. ليه؟ لان الطيور دي كانت بتخلصك من حشرات وزواحف وضفادع، لما دول ينتشروا هيسببوا لك امراض. رقم 3، انا لما اقطع الشجر النفسية هتتغير وهي مش ناقصة. انت لما تشوف يا ابو خالو المنظر ده وبعدين يبقى كده، ولا ده في اسوان شايف الخضره والراحه النفسيه وبعدين يبقى كده. ده انا لسه شايف طريق جنة الجميل ده قبل قطع الاشجار. الطريق ده كان بيفكرني بواحد شبهه في ايرلندا الشماليه في نفس فكره القوس الارك من الاشجار. اهو الناس بره عملت ايه؟ استغلت المكان ده وصوروا فيه مسلسل صراع العروش جيم اوف ثرون، وبعد المسلسل المكان ده بيجي مزار سياحي، الناس بتجيله من جميع أنحاء العالم. احنا بقى نعمل ايه في المكان الجميل ده؟ نحوله لكده. رقم 4، الشجر بيشتغل كمبرد طبيعي. الشجر بيديك ظل وغطاء شجري تمشي تحته في الجو النار ده. المكان اللي فيه شجر بتنزل درجة حرارته 4 درجات عن المناطق اللي ما فيهاش شجر. يعني زي ما انتم شايفين كمان في واحد في نفس البلد أخذ الترمومتر وراح قاس درجة الحرارة في مناطق ما فيهاش شجر، طلعت 48، وفي المناطق المشجرة درجة الحرارة نزلت ل 33، يعني ده نزول 15 درجة. رقم 5، عارفين الشجرة المسكينة الغلبانة دي بتسحب غبار وملوثات قد ايه؟ دي بتشيل بلاوي، غازات سامة ودخان وأتربة. الغابات الشجرية ممكن تشيل أكتر من 700 ألف طن من التلوث الهوائي، وبالتالي تحسن جودة الهواء. عشان كده الناس اللي عندها الربو ومشاكل في الرئة قطع الأشجار هيأثر عليهم. رقم 6، جذور الشجر بيحمي التربة من التآكل والانجراف، وبالتالي انت لما تسيب الشجر كده بتحمي التربة وبتمنع تدهورها. ده بيقول لك كمان المناطق مقطوعة الأشجار بتفقد 75% من خصوبتها في خلال 10 سنين. طب نيجي دلوقتي لفوائد قطع الشجر. يقول لك رقم 1، عشان نستخدمها في صناعة الأخشاب. أرد عليه وأقول له إن الفايدة الاقتصادية قصيرة المدى مش هتعوض الخسائر البيئية طويلة المدى. صناعة الأخشاب كمان ممكن تساهم بس ب2% من الناتج المحلي لبعض الدول، يعني حتى كمان الجدوى الاقتصادية مش اللي هي. رقم 2، عشان التوسع العمراني. لو هنا ضرورة قصوى أقول لك تمام مفيش مشاكل، لكن برضو يتعمل بشروط هقولها كمان شوية. رقم 3، إن الأشجار بتلم ناموس. أقول لك يا أبو خالو الأشجار في حد ذاتها ما بتجذبش الناموس، ده في أشجار زي أشجار النيم بتطرد الناموس، أما بقى اللي بيجذب الناموس هو الرطوبة والمية الراكدة. رقم 4، بعض الأشجار بتطلع فاكهة سامة زي حاجة اسمها التشاينا بيري، دي نقطعها قبل ما تطلع فاكهة والأطفال والحيوانات ياكلوها ويتسمموا منها. هتقولي بس الشجر بتاعنا ما فيهوش الشجرة دي، أقول لك ما بيقطعوه ليه؟ أنا حقيقة علميا مش شايف أي فايدة، حتى لو هيتم القطع يبقى مقنن مش بالهستيريا دي، ونزرع مكان اللي اتقطع أشجار تانية. يعني حتى لو السبب كان هو تغير المناخ والاحتباس الحراري نزرع أشجار بتستحمل الجفاف والحر. ده الرسول في الحرب نهى عن قطع الشجرة في الحرب، ولو قامت القيامة وفي إيد أي حد منا فسيلة فليغرسها،
والفاء هنا للسرعة. فبالنسبة لي أنا كأحمد مش شايف سبب. تعالوا نسأل شات جي بي تي ونشوف رأيه في الموضوع ده إيه. شات جي بي تي، ما رأيك في قطع الأشجار، مع أو ضد وليه؟ أنا ضد قطع الأشجار بشكل غير مستدام، لأن الأشجار بتلعب دور كبير في البيئة. بتوفر لنا الأكسجين، وبتساعد في تنظيم المناخ، وبتوفر مأوى لكائنات كتير. كمان بتحافظ على التربة وبتمنع التآكل. لكن ممكن يكون قطع الأشجار ضروري في بعض الحالات زي البناء أو صناعة الأخشاب، بس لازم يكون طريقة مستدامة مع زراعة أشجار جديدة لتعويض الأثر البيئي. شكرا على الرد. تقولي إيه لجمهور علم تيوب؟ جمهور علم تيوب، نورتونا، بنحبكم جدا. شكرا على دعمكم المستمر. وبعد ما سمعتوا رد الذكاء الاصطناعي، يا ريت الذكاء البشري يستوعب. وقولوا لنا ايه رأيكم في موضوع قطع الأشجار ده في التعليقات تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.